مرحبا بنات، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وتشوفون هذا الفيديو كي بدا يبين هنا. المهم الفيديو راح يكون واخيرا يعني اكيد تفتهمون لما راح اقول لكم واخيرا، واللي هو فيديو جولة بغرفتي. هذا الفيديو هو الفيديو الاكثر طلبا بقناتي، واخيرا راح اصور لكم اياه. ليش ما صورت لكم اياه من زمان، او يعني اول ما جبت الغرفة؟ اللي يعرف انه انا كانت غرفتي، او اللي يتابعني بالسناب شات وبالانستغرام، يعرف انه انا كانت غرفتي فوق او بالطابق اللي فوق، وكانت صغيره وما حلوه ابدا. وبعدين نقلت الغرفه جديده واللي هي جوا واكبر طبعا من الغرفه اللي كانت فوق واحلى واجدد يعني. وبس ما صورت لكم اياها لانها دائما كانت يحتاج لها ترتيبات وتجهيزات وديكورات، لانها غرفه كبيره وما اعرف بشنو امليها من الاثاث، وخاصه الغرفه اللي اشتريتها كانت غرفة كلش كيوت وناعمة وصغيرة. فيعني المهم ان شاء الله ربي تعجبكم غرفتي. وبس يلا خلينا نبدي بالفيديو. طبعا راح اراويكم غرفتي وهي يعني بحالاتها الطبيعية، بحالاتها العادية، مو كلش اوفر ومو كلش يعني نفس او ماي جاد، يعني غرفة انسان عادي وطبيعي. فاتمنى يا رب ان شاء الله تعجبكم غرفتي المتواضعة. ويلا خلينا ندخل بغرفتي. هو المكان اللي بصف الباب او ورا الباب. انا حاطه هذا اول شغله. هنا أنا اكو مثل التعلاقه انا معلقه عليها هاي الدويره مال كريسمس، المفروض اشيلها يعني راح بعد وقتها، بس يلا. وهنا انا حاطه الملابس مالتي مال الحمام او البرنس والخاولي وهذني يعني الاشياء. بعدين نجي لهذا الحائط الكبير واللي هو الحائط الوحيد الفارغ بغرفتي، واللي ما حاطه عليه اي اثاث، مثل ما تشوفون من بدايته لين نهايته، يعني بس هذا الشيء. المهم أنا حاطة هنا في الديكور بسيط، كلش بسيط، واللي هو هاي احنا نسميهن براكيتات. واختاريتهن أنا بذوقي، اختاريتهن كلاسيك وشي بسيط، ويعني فتشي مو كلش عصري وحديث. هنا أنا حاطة هاي اللوحة أنا مسويتها بنفسي، وهنا أنا حاطة اسمي مثل ما انتم شايفين، يعني منطي شوية جمالية وحركة للحائط. والحائط هو نصه سيراميك، فهذا الشي مخلي انه الغرفة ما تبين كلش باهتة. نجي للمنطقة اللي بصف غرفتي اللي بصف هذا الحائط، واللي هو الحائط الثاني رقم 2. كل غرف بها 4 حيطان، فهذا 1 هذا 2. أول ما نبدي بالحائط رقم 2 أكو هنا ضوء، أكو هنا الساعة نبدي من فوق. أكو رف على شكل حرفي اللي هو حرف اس سارة. طبعا هذا الرف بابا سوالي اياه، واو اي كلش احب اللي بابا مسوي لي اياه. وهو يعني كان خشب بعدين صار ابيض وهيك يعني. المهم اكو ساعة، شوفوا ساعة بيش دا اصور لكم. اكو شمعة، اكو هنا اذا انتم شايفين هذا اعتقد، اي اكو هنا الشمعة بسيطة، شموع يعني، حاطة شموع وحاطة هاي، حاطة هذول الاثنين وشمعة وهاي وهاي وهذول. فهذا هو الرف مالتي، يعطي حيوية شوية للغرفة. هنا أنا مكتبي والمكان اللي اتواجد بيه 24 ساعة. شنو هذول؟ اوكي هاي هسه بابا جاب لي اياهم، والمفروض اشربهم واخلصهم بس ما عندي وقت مستعجلة. هنا الكرسي مالتي. طبعا هذا الكرسي اعرف انه شكله ما معلم ويا الغرفة ونزاكتها، بس دورت على هذا اللي يغطي الكرسي ما لقيته، بس هو هذا الكرسي يجنن. هنا اكو هذا الميز، هذا هو الميز مال المكتب مالتي، اكيد انتو شايفيه. اذا ما شايفيه احط لكم رابط مالته بصندوق الوصف، حاشي عنه بالتفصيل. هنا اكو مثل ما انتو شايفين مجلات واشياء بسيطة احطها هنا. هذا احط بيه مي، هاي الوان شجرة ديكور يعني. وهنا انا حاطة هاي مال نوتيلا، حاطة بيها اقلامي، وساعة مكتبية، وهاي احط بيها قط مال قلم. هنا كلينكس. واني فاصلة الميز قسمين، قسم لليوتيوب وقسم الثاني للدراسة. هذا هو القسم، قسم اليوتيوب مثل ما تشوفون هنا. هذه القناة تجنن، قناة هندير، اكيد تعرفوها هاي البنية اكيد يعني. هي راح توصل 1,000,000، فهند راح توصل لل1,000,000 واخيرا. واو كلش فرحانة ومتحمسة شو وقت عاد راح تجي هاي اللحظة. حتى اني ما هن علي اني اصور واعوف ما ادري شنو الفيلم، فطلعت العد التنازلي او العد التصاعدي ما ادري ايه، المهم لل1,000,000. فاشتركوا بقناتي اذا كنتم ما مشتركين، وهسه يمكن وصلت هند، فمبروك اللي تشوفون الفيديو يعني اكيد واصلة. هنا أنا ابني، وهاي بنتي ماكتي بنتي. هذا ابني اللي هو ايبادي. هنا الشاحنة مال الكاميرا، وهاي هسه انشلعتهن. هذا هو شكل مكتبي. هنا أنا اكو ستيلا مال المهملات، عفوا انا احطها هنا لانه هذا المكان اكثر مكان اذب بيه يعني زبالة. هنا أنا واللي هو احلى مكان بغرفتي راح نجي هسه عليه. خلي اصور لكم اياه يعني بشويش. هذا هو شكله.
واللي هو الميس تواليت او التسريحة مالتي. دورت على شيء اسمه نفرتيتي، واللي هو هذا الديزاين اسمه نفرتيتي. دورت عليه بالعراق، قلبت الدنيا واخيرا لقيته واشتريت هي هاي الغرفة يعني اللي قدامكم. انا سويت المراية مالته رينج لايت، يعني انا مشتغلته بيدي وبقى زايد وسويت على الحافة مالته. هنا انا حاطه حمر اي او اس بنفت. هنا هاي مزيل مال الف، هذا مال لوشن مال وجه او لوشن يومي، فرشة تنظيف وجه من الف. وهنا اكو فرش وهيج اشياء. هنا اكو هاي القنفة كل شكلها كيوت وبسيط، وانا حاطه بيها الجلايد مالتي وحاطه بيها شويه دنابيس. وهنا اكو العطور والدراي شامبو والهيج شي والتونرز. هنا اكو مثل مكان حاطه بيه ورود، هذا الشي كلش حبيته بميس تواليت وحسيت انه راح ينطي شكل احلى. هذا هو شكله. اذا حابين اسوي لكم ماذا يوجد في تسريحتي، يعني اراكم شلون مصفطه المجر وشلون مكفيني، فكتبوا لي بالكومنت. المهم نجي هسه للشي اللي بعده، واللي طبعا غرفتي تمتاز انه بيها شباكين، فبالصيف الضوء بيها يجنن والحر همينه يجنن. المهم هذا هو شكل البردة الشتوية. نجي هنا هاي التعلاقة انا معلقة عليها الجنط مالتي، هي هم جتي ويا الغرفة، ويعني بس من احتاج جنطة راح اسحبها والبسها على طول. هنا هذا الميز راح نجي للحائط رقم 3، واللي هو هذا الحائط رقم 3. خلصنا من 2 جينا على 3. اول ما تبدون التعلاقة، وبعدين بهذا اللي هو مثل ميز صغير موجود يم القريولة، ومحطوط بيه هاي، خلي اراويكم اياه عدل، محطوط بيه هذا التبلم. هنا اكو الشاحنة مالتي، احلى شي انه اكو يم راسي شاحنة، اكو هنا تبلم لايت، وهاي التحفية جابت ليها صديقتي، وهاي همينة طبعا غرفتي تدل على الكلاسيكية والبساطة، فاي انا هيك احب. وهذا هو شكلها. بعدين راح نجي على الفوق، طبعا راح ابدي من فوق. فوق اكو هاي النشرة اللي لونها بنفسجي، انا كلش احبها واحسها تعطي للغرفة جمالية كلش واو. موجود البردة مالتي، هذا الشباك رقم 2 موجود بالحائط رقم 3. واكو هذا التول، طبعا هذا التول صديقتي جابت لي اياه من لندن، كلش ينطي للغرفة واو. يعني هي هاي جمالية غرفتي بهذا وبالميس تواليت. المهم هذا هو شكل مالتي النشرة البنفسجي، حاطتها على البردة وعلى التول. التول يجي ابيض ونازل من عنده على القريولة او السرير مالتي، هذا هو شكله همين ابيض وجاي من نفس الغرفة. احب اني احط سريري الوان هادية، ابدا ما احب الشراشف اللي تصير كلها اشكال والوان وحركات ومدري ايش، لا احب شي بسيط وهادي. وهذا دبدوبي، اللي متابعني من زمان يعرف دبدوبي. شوفوا هذا هو القريولة. وهنا راح نجي على الكنتور، هذا الحائط رقم 3 دسم بهواي اثاث. الكنتور مالتي هو شي كلش بسيط وكيوت وعادي، لا بي اشكال ولا حركات، هو مجرد شي ابيض من جوا بهاي الزخرفة، وبعدين يجي محفر باللون الابيض السكري نفس الغرفة يعني كلها. وبس هذا هو شكله كلش بسيط. والحائط رقم 4 واخيرا، الحائط رقم 4 يحتاج شوية ترتيبات بعد ما مخلص. بهاي المراية، هاي المراية مو ويا الغرفة، بس اني يعني قلت لكم ترتيبات كله دا اسويه واحاول اني اسويه شبه غرفتي. هذا هو شكل المراية، طبعا عبالك جاية من نفس الغرفة. هاي المراية كانت جوزي بس بابا سوالي اياها ابيضة. شوفوا شكلها هيك جاية، يعني هاي كلش احبها ومهمة عندي. وبعدين راح نجي لاخر شي، واللي هو هذا الميز او هذا شو يسموه الدراور اي. من فوق احب ابدي من فوق بهاي الشي، هاي اللوحة هم انا مسويتها بنفسي. وهنا يجي هاي الشي اللي هيجي بسيط يعني. هنا اكو هاي انا حاطه بيه نظاراتي، وهذا حرفي اوكي. هنا انا حاطه هاي التماثيل الصغار، وحاطه بيه هنا الشمعة واشياء مال كريسمس. هاي شمعتي المفضلة، اللي متابعني يعرفها. وهنا أنا حاطة كتبي 2، وهنا حاطة تكرمون الأحذية، فاي هذا كلش مستفادة من عنده. وبس هنا راح يجي مكان بسيط، ونرجع للباب مرة ثانية. طبعا ها هو شكل غرفتي، اتمنى يا رب ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو، واخيرا صورت لكم اياه. وبس راح اراويكم هسه الشكل الكامل للغرفة. هاي غرفتي انا وحدي الي، يعني مو مشتركة ويا احد او شي. انا ما عندي اخت اوكي،
فهذا هو شكلها الكامل. اتمنى رب ان شاء الله عجبتكم الغرفة، واذا حابين اي تعليق او اي اقتراح اني اغير بديكورها او شي اكتبولي بالكومنت. وبس اشوفكم بالفيديو الجاي، مع السلامة.